السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، إليكم تفاصيل أخبار الآن. بعد تداول صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتهاماتها في جريمة قتل الشاب أنور التي هزت الرأي العام الوطني، خرجت نجلاء صديقة الضحية أنور العثماني عن صمتها للرد عن الحملة التي تعرضت لها منذ وقوع الجريمة. ونشرت نجلاء في الساعة الأولى من صباح يوم الخميس مقاطع فيديو عبر خاصية ستوري في الانستغرام للرد على الاتهامات التي وجهت لها وعن الأسباب التي دفعت بها إلى حذف الصور التي كانت تجمعها بالضحية أنور من مواقع التواصل الاجتماعي. وكشفت نجلاء من خلال مقاطع الفيديو التي نشرتها عبر خاصية ستوري في حسابها الخاص بالانستغرام بأنها تلقت اتصال من عائلة أنور يطلبون مساعدتها للوصول إليه، لكنها أخبرتهم أنها لم تستطع الحديث معه خلال الفترة الأخيرة بسبب الحالة النفسية التي يعاني منها إثر وفاة أحد أقربائه، قبل أن تخبرها شقيقته بالعثور عليه مقتولا داخل شقته. وقالت الشابة أنها حجزت أول طائرة باتجاه المغرب للمشاركة في تشييع جنازة صديقها المقرب، لكنها صدمت باتهامها خلال مراسم التشييع بقتله قبل أن يتم اتهامها بشكل مباشر بعد صدور بلاغ حول توقيف فتاة متهمة بالجريمة وبخصوص حذفها للصور التي جمعتها بأنور. قالت نجلاء أن الصور ومقاطع الفيديو تتضمن موسيقى ورقص حذفتها احتراما لروح صديقها الراحل ولعائلته. وأضافت نجلاء في توضيح للرأي العام بعد اتهامها بجريمة قتل الشاب أنور بأنه أفضل صديق لها وأكثر شخص يخاف عليها، حيث استنكرت ما تم توجيهه لها من اتهامات. ويذكر بأنه تم نشر نجلاء رفقة أنور عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتهامها بقتله مباشرة بعد صدور البلاغ، قبل أن ينفي صديق الراحل الاتهامات مشددا على أنها مقيمة في الديار الإسبانية ويفوق عمرها 17 سنة.